كل شيخ وليه طريقة. النهاردة حبيت أقول لكم على أسهل طريقة لطريقة المحشي. طبعا هنعمل المحشي النهاردة بدون تسبيكة وبدون بصل كتير ولا تحميل للناس اللي تعبانة من المعدة. فإيه رأيكم النهاردة نعمل بقى المحشي بتاعنا النيف ني بطريقة كده سهلة جدا. حلة على النار نحط بقى فيها التوابل بتاعتنا، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة شطة، معلقة من السبع بهارات، وعندنا معلقة من الكمون، معلقة كبيرة من الكمون، ونقلبها. اول ما الريحه تطلع كده وريحه التوابل تطلع كلها هنضيف عليها بقى نص معلقه كبيره ونص كوب من البابريكا، يعني نص كوب كده صغير من البابريكا. هنقلبه وبعد كده نضيف بقى عصير الطماطم بتاعنا بالشكل ده. هنسيبه على النار كده يعني حوالي دقيقتين قبل ما يغلي. هنبدا بقى ان احنا نضيف عليها 3 بصلات كبار مقطعين قطع صغيره، عندنا كمان فلفل الوان، ونسيبه على النار كده مع معلقه كبيره من الملح، ونبدأ نسيبه على النار لحد ما يتسبك تماما. طبعا دي اسهل طريقة تعملي بيها المحشي. وبعد كده ننزله من على النار، نحط له بقى الخضرة بتاعتنا، وطبعا نحط له الرز زي ما انتوا عارفين. وبعد كده نحط معلقتين كبار من الملح، معلقة من الكمون علشان الطعم. نبدأ بقى هنا في رص المحشي او طريقة التسوية. انا عندي كده بجيب حلة بحط فيها شريح من البصل والطماطم، ولو متواجد عندي لحمة او عاملين فراخ نقدر ان احنا نحطها في القاع. وهنا بقى باجيب المحشي، دي افضل طريقه ان انت تلفي بيها المحشي، ما بياخدش منك كده يعني وقت كتير، بدل ما انت تحطي على ترابيزه وتقعدي تلفي. لا احنا نلفه النهارده بقى على ايدينا بالشكل ده، سريع جدا. وده دي بقى يعني طريقه الفيوميه في لف المحشي، حاجه كده يعني سهله التحضير على طول. هنخلص بقى كل كميه المحشي ونبدا بقى ان احنا نرصها. هنرص المحشي بطريقة كده سهلة. نرص المحشي يعني ايه؟ رص عشوائي في الحلة زي ما انت حابة، بالطول بالعرض بقى، بالطريقة المكعبات، حاجة يعني كده ايه سهلة التحضير. اهم حاجة ان احنا ما نسيبش فراغات في الحلة بتاعتنا علشان خاطر كمية الشوربة ما تبقاش كتيرة والمحشي بتاعنا يتبهدل معانا. لفيناه بالشكل ده نحطه على النار. طبعا بقى نضيف هنا الشوربه بتاعتنا تكون سخنه جدا جدا. اهم حاجه ان يعني طريقه التسويه بنغطي يا دوبك كده المحشي بتاعنا، ما بنحطش الشوربه بتكون عايمه على الوش الا حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين. هنسيبه على النار كده ما بين 45 دقيقه ل 50 دقيقه. بعد 30 دقيقة بالضبط بنقدر ان احنا نوطي النار عليه تماما ونسيبه المدة المتبقية على نار هادية. وبعد كده بقى بنرفع الغطا زي ما انتم شايفين، يعني كل صباح كده متماسك مع نفسه، طعمه كده خرافي جدا. اتمنى ان شاء الله الفكرة النهاردة تكون عجبتكم. لايك وشير واشتراك لهبة تي في. باي باي.